داير الله يديك لحد ما يرضيك. في زول ما دار الكلام ده يا اخواننا، داير الله يديك لحد ما يرضيك. طبق ما في آية 130 من سورة طه. داير مشاكلك اللي قدامك تتفرتك تتحلحل كلها، وأي مشكلة تجيب قدامك تتزال وتتفتح. طبق آية 143 من سورة الصافات. زول قال لك كلام حار ألمك جرحك، كل ما تتذكر كلام وتعض يديك وتاكل نفسك، داير تكون مرتاح وقلبك ده ما يكون حزنان وزعلان من الكلام الحار. آية 97 من سورة النحل. قلت الكلام ده في جامعين. الجماعة يا شيخ صديق شبكوني لك بعد ده زي الحجبات غايته، قلت الله يمرقني منها. كل زول شال ورقته وجاني جاري ولا يا رقمك ولا يا اخواننا، هو الموضوع ما في لا يا رقمك. ما تقوم تقول الزول ده اجازنا الحجبات. النبي عليه الصلاة والسلام قال من وكل الى شيء وكل اليه. اول ما قلت لك حجاب هنا بتتوكل على ما بتتوكل على الله. ده ما كلامي، ده كلام سيدي وسيدك النبي صلى عليه. فالجماعة طوال شالين ورقهم وقلمهم ووقفوا لي طابور، والله العظيم اللي بيفكني منهم معرفتها. كل زول ماسك الورق. الآية كم؟ الآية كم؟ يا اخواننا الموضوع ما في الآية، الموضوع طبق ما في الآية. عشان كده داير الهموم دي كلها تتفرتك تتحلحل. أول حاجة أنا بديك حاجة أنا ما ذكرتها، كثر صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فالليلة نحن دارين يا اخواننا ربنا يدينا لحد ما يرضينا، مش كمان الضايقة الصغيرة القعدة دي. لما تقول ترضى، شوفوا ربنا رضاهم منه. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وأنا سوف. شنو يا اخوان؟ قالوا هل يا أبو بكر الصديق دارك الليلة تبقى زيه. انت عارف لو جيت تقلد ابو بكر الصديق ده انت ما خلاص، انت ما عبرت. انت ده يا ابو بكر الصديق ده انت عارف عمل شنو؟ ده اكتمل ايمانه فانفق جميع ماله. عشان كده اللي بتعمر سورة الحديد كلها توحيد. اول آية بعد التوحيد قال لك انفق. علامة لو أردت أن تعرف إيمانك فانظر إلى إنفاقك، بقدر إنفاقك يكون إيمانك. تحدد أنت، ما بنحدده ليك نحن. شوف تشبه بأبو بكر الصديق، ربنا قال له برضيك. أنت داير ربنا كذلك يرضيك. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. 130 سورة طه. تعمل شنو؟ تسبح صباح ومساء وليل اليوم كله.